هنتكلم النهاردة مع بعض عن أدوات النكرة a و an. They are small words but they have different rules. كلمتين صغيرين بس ليهم قواعد مختلفة. يلا نعرفهم بسرعة. هقولك إن في فرق بسيط جدا بين أداة النكرة a و an بس بيغلط في ناس كتير. لو الكلمة بتبدأ بصوت ساكن فأنا بحط أداة النكرة a زي a car, a book, a teacher. أما لو كلمة بدأت بصوت متحرك فأنا بضع أداة النكرة an زي an apple, an orange, an umbrella. يبقى لازم نبقى واخدين بالنا إن المهم عندي هو الصوت وليس الحرف. يعني مثلا كلمة hour أنا هحط قبلها an hour مش هحط a. ليه؟ لأن الصوت اللي طلع لي هو صوت متحرك ما نطقتش حرف ال h. يبقى هقول hour, an hour. وتاخد لي بالك ان الحروف المتحركة عندي او الفاول ليترز هي ال A وال E وال I وال O وال U. مش شرط الكلمة المفرد تبقى بادئة بيهم عشان احط an. لازم الصوت اللي يطلع لي يبقى الصوت المتحرك. فانا لازم اقولك ان كل حرف من الحروف المتحركة دي الصوت المتحرك بتاعه ايه. ال A صوتها A وال E E وال I I وال O O وال U A. وبكده نكون عرفنا الأصوات المتحركة. Now you know exactly when to use a and when to use an. دلوقتي بقيت عارف امتى تستخدم a وامتى تستخدم an. سؤال سريع ليكم، يا ترى نقول a university ولا an university؟ اكتبوا لي الإجابة في الكومنتس. Don't forget to like, share and subscribe. ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة.